السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد من الحكايات. كان يا مكان قديم زمان، كان الخير مالي المكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكان الشيخ يقطع البلدان، وكانت العرسة تغدي القبيلة وتزيد جيران، وكانت الخبزة تكفي القانع والجيعان. وكان حتى كان قرية بعيدة طريقها شديدة، الركاب اللي قصدوها يعياو واللي ما قصدوها يتمناو، حيت الخبار اللي توصل عليها والخير اللي فيها ما تخلي حد في دارو. قرية الخير وناسها أخيار، ما فيهم لا حسد ولا مكر، ما يجبدوا عار. الضيف فيها مكروم والهارب فيها محمي والمظلوم. وفي هذه القرية كان فيها واحد دراز، رجل طيب، اللحية بيضة كيف كلمته، وكلامه صافي ومتقون كيف خدمته. في الصيف ينسج الحيك والمخابل، وفي البرد ينسج الجلالب والدرابل. وكانت عنده واحد البنت، هاد البنت كانت صورة لبوها في أخلاقها، كانت تسمع الكلام وما تردو، واللي ظلمها أو ظلم بوها توقفوا عند حدو، حيت غير هو اللي عندها. الأم ديالها داها الله وخلى ليها باها، بعد ما رعاها في صغرها هي ولات ترعاه. وبنته كانت مسكينة عمية من زيادتها، لكن عمى البصر ما خدا منها البصيرة. وبعد ما كان بوها بصحته يدرز وياخد درازو للسوق، دابا خانته صحته، ولا اللي درزو تاخدو بنته للسوق. تركب الحمارة والحمارة كانت عارفة الطريق، غير تسمع الرزيد تشد طريقها، وغير توقف تعرف بنت الدراز باللي وصلت للسوق. وعلى أيين ما محتاجاش توقف، حيت صوت السوق معروف، الكل ينادي على سلعته. وبنت الدراز كانت في السوق معروفة، ما يخونها شاري وما يغدرها تاجر. وفي العشية تركب الحمارة وتحزم السراير وتقصد الدار، والدراز بوها كل ليلة يتسناها وما يتهنى حتى تفتح الباب سالمة غانمة. وكان كل ليلة بعد العشاء تيقول: الله يفرشك يا بنتي بردة ويغطيك بردة. وبنته كانت تجاوبه وتقول: رضاك عليا يزيد البصيرة، كنشوف الدنيا قصر ودارنا كبيرة. واستمر الحال هكذا، الدراز يخدم في الدار بالصحة اللي باقا ليه، وبنته تبيع وتشري في السوق، وفي العشية ترجع بالسراير ليه، عايشين في الخير والخمير. واحد النهار كيف العادة حملت بنت الدراز الحمارة بالدرابل، حيت ساعتها الشتا والبرد، وقصدات السوق تشوف رزقها. قرب يظلم الحال وخف صوت الناس، وعرفات باللي السوق بدا يخوى من صحابو. جمعات سرايرها وركبت الحمارة قاصدة دارها. في الطريق كانت الشتا خيط من السما، والطريق عمرات بالما، وخطاوي الحمارة تقالو، والليل قرب يرخي حبالو. ضربت واحد الرعدة كتصم الآذان، وحيت ودني الحمارة طوال خافت وهربت. هربت بنت دراز وسط الغابة، جرات وجرات وما وقفت حتى تنصف الليل. والليل في الغابة ما هواش ليل القبيلة. بنت الدراز ما عندها بصر وما عرفتش المكان اللي وصلت ليه. نزلت وصاحت ونادات، ولكن ما جاوبها حد. خافت المسكينة وبكات، ربطت حمارتها مع واحد الشجرة
ونعست حتى الصباح. قالت ممكن يشوفها الغاشي. في الصباح صحى الجو وطلعت الشمس، ولكن حتى آدمي ما سمعاتو، غير الفراغ في السما والريح تحرك الوراق. والدراز دارو الليل كامل تيقلب على بنتو. مشى للسوق ودروب القبيلة، سول الجيران والصحاب والحباب، ولكن حتى حد ما عنده خبار على بنتو. قال مع راسو غير شفارة هادو طمعوا في السراير وداو بنتي. رجع للدار كيتسنى من يجيب الخبار. بنت الدراز ركبت الحمارة وكملت الطريق. إلا لقاها شي تاجر ولا مسافر تحكيلو الحكاية ويرجعها للدوار. لكن الغابة سالات وحتى واحد ما لقات. صاحت ونادات ولا من يسمع سياحة. الحمارة شوية وقفات وما بقى تحركات. بنت الدراز خافت وقالت ياك ما هادي شي حافة. نزلت من فوق الحمارة وحركت عصاتها لقدام، وعصاتها مست العود والعود تحرك. حيت الحمارة وصلت لدار وسط الغابة، وقفت قدام بابها. بنت الدراز فرحات وقالت يا أهل الدار، هادي دريرة مضرورة تاهت في الغابة المهجورة. بويا شيخ دراز ما يقدر على الهم والمرورة. جاوبتها من وسط الدار مرة كبيرة، تعالي يا بنتي، اللي ضرك يضرني. إلا كنتي ضريرة أنا بحالك، وإلا بوك بعيد عليك حتى أنا ولدي بعيد عليا. تحسس بنت الدراز المكان وربطت الحمارة ودخلت للدار. المرأة العجوزة حتى هي مسكينة كانت ضريرة. خرج ولدها يجيب دواها من بلاد بعيدة، وبقات مو العجوزة في الدار وحيدة. كان عندها في الدار طير وقط وكلب. كانت ملي تبغي تاكل وتمشي لبيت الطياب تبع صوت الطير. فيما تحرك وسمعت صوته تبعو، حيت هو درب ولدها باش يعاونها في الطياب. وكيف الطير كان القط خبيت السرقاد، والكلب في الحطب وحرست الباب. وهكذا كانت العجوزة عايشة في الأمان حتى رجع ولدها. ولكن صحتها ما عادت ديال الخروج والسفر. هادشي علاش ما قدراتش تمشي مع بنت الدراز توريها طريق القبيلة. دازت الايام وبنت الدراز مع العجوزة في دارها، وبيناتنا ما شافت منها غير الخير والكرم. كانت بنت الدراز تتعاونها في الطياب والحطب وتسقي وتنقي، وحتى العجوزة كانت دايرها بحال ولدها اللي غاب هادي شهور. في القبيلة الدراز حارف أمره وما صبر على فراق بنته عمرو، حيت بنته هي اللي بقات ليه. كان تيشوف في المنام باللي بنته حية ومعاها بنت بحالها يجريو ويلعبوا، وما عرف يفسر المنامة. زار فقيه القبيلة وقال واش هاد المنامة حق ولا باطل السي الفقيه؟ والفقيه المنامة حق، والضريرة بنتك مع من يونسها، ما هي سحارة تغدرها ولا أدية تدنسها. بنتك لا محالة راجعة، غير المكان اللي فيها ما يعرفوا القريب ولا البعيد. السي الدراز، الدراز مني عرف يكشف الحلمة ارتاح قلبه وترفع كربه، ولكن ما يطمئن حتى يشوف بعينه بنته ويمسها بيديه. أما بنت الدراز في الغابة لقات أم جديدة
واخا دراير بجوج كانوا فاهمين ومتعاونين وراضيين باللي كتب عليهم الخالق. النهار غاب الطير، فرفر بجناحه وغاب ليه لاطار. وفي اليوم الثاني تبعوا القط، والكلب تبعهم في اليوم الثالث. وهكذا الحمل كله طاح على بنت الدراز، خاصها تطيب وتنقي وتسقي. بنت الدراز طيبة وما ترد النعمة بالجحود، كيما ضيفتها العجوزة دارها خاصة ترد الجميل. مضات الأيام والعجوزة بدات تعيا وتمرض، ومن غيرها ما كاين اللي قابلها. وعياها ما لقات ليه دواء غير الصلاة والدعاء. في واحد اليوم قربات العجوزة لبنت الدراز وضحكات وقالت: انتي عندي بحال بنتي، خدمتيني وصدقتيني، وباش نعرف نجازيك ما عرفتش كيفاش. لا شي حاجة تشاف ما شفتها ما تشوفيها، ولا شي حاجة تكال تاكليها وتنسايها. جاوبتها بنت الدراز: جازيني بردك عليا، حيت الضرير ما يرضى على الضرير بحالو غير الا صدق معاه في قولو وفعالو. مرة العجوزة بعد ما خرجت سرة صغيرة من صدرها: انا غادي نجازيك خير الجزاء. هاد السريرة فيها خاتم، وهاد الخاتم مذهب، ما ياخدو غير الصادق الامين. كنت مخلياه لولدي الى رجع، ولكن ما بين ليه الرجوع. بكات بنت الدراز لحالها ولحال العجوزة، ولكن ما فقدتش الامل، وكانت تقول اللي قادها لدار العجوزة وسط الغابة يقودها للقبيلة، غير تصبر توكل على الله. دازت الايام والعجوزة تيسوء حالها يوم بعد يوم، وضعاف عودها وقل كلامها. في واحد الصباح فاقت بنت الدراز كيف العادة، ومشات طيبت العصيدة خفيفة وجات تفيق العجوزة. ولكن العجوزة كانت عند الله روحها. وشحال كانت بنت الدراز من اللي عرفت بأنها بقات بوحدها في الدار وسط الغابة، لا ونيس ولا جليس. خافت لا تخرج من الدار وما تعرف ليها رجوع، خافت تبقى في الدار يقتلها الخوف والجوع. داز اليوم الأول تبعو الثاني، وبنت الدراز وسط الغابة تسنى بوها، وبوها يتسنى وسط القبيلة، وحتى واحد ما تعرف الاخر طريق. في اليوم الثالث سمعت بنت الدراز الصوت العود تيجري في الغابة، والصوت قاصد الدار. وشوية الصوت هدا وخطاوي الراكب قربت. فرحت باللي سمعت الباب تفتح ودخل الداخل. وقالت بنت الدراز: شكون الداخل؟ ياك ما قطع الطريق ناوي بأهل الدار الغدر، والغدار قد مربح خاسر. جاوبها: شكون انتي؟ انتي الغدار الشفار، هادي داري ودار والديا، بنيت حيوطها وسقفها بيديا. ملي كمل الضيف كلامو عرفاتو بنت الدراز باللي هذا هو ولد العجوزة اللي حكات عليه. فرحات وحزنات، فرحات حيت عرفت ما منه أذية، وحزنات حيت اللي جا على قبلها مشات وخلاتو، مشات حياتها وبقات حياته. الضيف ملي شاف مو ميتة ظن باللي بنت الدراز هي اللي قتلاتها، حيت ما عرفش باللي حتى هي ضريرة. ولكن منا يعرف الحكاية وعرف باللي هي اللي رعاتها في غيابه بردات نارو. كانت بنت الدراز هازلة بالجوع ويابسة بالبرد، وكيف ما رعات هي مو رعاها حتى هو. بعد ما وقفت بنت الدراز ورجعت ليها العافية قال ليها: إلا شفتي ألوان الغابة
وألوان الناس، وشفتي ذهب الزينة، وشفتي الألماس، ولون الشعر، وزواق الحيك اللي فوق الراس. سمعت بنت الدراز كلام وقالت: كنشوفو في ظلام الليل، حيت اللي خدا البصر خلى ليا البصيرة. ولكن كنحلم نشوف بويا وقبيلتي وحبابي وصحاباتي. وقف وقال: الدوا اللي جبت معايا ما ضاعش، الا ما كتبش لامي راه مكتاب ليك. هاكي، هاد الماء رشيه على وجهك وقطريه في عينيك، والبصر غادي يرجع ليك. فرحات بنت الدراز بالخبار، وخدات الدواء رشاتو وفي عينيها قطراتو. الظلام ولا نهار ونور، والعين اللي عمرها ما بصرت ولات تشوف. فرحات وزغرتات وكبرات، وخرجت تجري للغابة تشوف الورد اللي سمعات عليه وشماتو، وتشوف الربيع اللي مشات عليه. وهكذا ولات بنت الدراز ضريرة، أو اللي كانت ضريرة زاد البصر على البصيرة. فاعل الخير حتى هو فرح باللي كان، وعرف قبيلة ديال بنت الدراز، وهزها في عودو وقصد القبيلة. الدراز فرح ببنتو اللي رجعت سالمة وبعينيها غانمة. القبيلة كلها فرحات. فاعل الخير بموت مو ما بقى عنده لا فرع ولا أصل، وكجزاء للخير اللي دارو زوجوا الدراز ببنته، وعاشوا في القبيلة عيشة هانية فرحانة. وخدا حرفة الدرازة من الدراز. بعد ما كانت بنت الدراز تمشي للسوق ضريرة، ولا تمشي بنور عينيها، لا حمارة تقودها ولا شفار يضحك عليها. وهكذا مشات حكايتي من الواد لواد، ومن بلاد لبلاد، يحكيها جداد للصبية والحفاد.